الانتر في نهائي دوري الابطال بعد 13 سنة. انت متخيل الرقم ان الانتر يرجع تاني للنهائي بعد 13 سنة؟ ومش كده مش كده، انت لو جيت لاول دوري الابطال المجموعات اللي شفت الانتر مع برشلونة وبايرن ميونخ، فانت مستحيل ان كان يجي في دماغك ان الانتر يوصل لنهائي دوري الابطال. مش كده وبس، بصراحة الواحد لازم يسقف لإنزاجي على اللي عمله دوت في الماتش، وعمله طول دوري الأبطال وبيعمله على مدار الدوري. عامل حاجة عظيمة برغم إن الكواليتي مش أحسن حاجة. ولو شفت المعدل أعمار الإنتر في الملعب، لأ كبير جدا. فالراجل ده عمل بالفرقة حاجات من لا شيء حرفيا. مش كده بس، لما تيجي تتفرج على المينا النهارده، الأداء الخططي الإنتر كان محجمهم لدرجة إنهم مش عارفين يعملوا إيه. ما بيعملوش اي حاجه خالص غير ابراهيم دياز ولياو اللي عندهم ومش عارفين. كان في التزام خططي مش طبيعي. مبروك للانتر، بغض النظر اللي هو يخسر في النهائي، بس مبروك وحاجه فعلا تفرح.